لماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان؟ سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه، لما وقع بين شهر الله المحرم شهر رجب وهو من الأشهر الحرم وشهر رمضان نسيه الناس وغفلوا عنه. والمسلم إذا عبد الله في وقت يغفل الناس فيه عن عبادة الله تعالى يضاعف له الأجر والثواب، لأن النفوس لا تجد من يعينها على الطاعة وقت الغفلة. ولذلك روي في حديث الذكر في السوق أن فيه أجورا مضاعفة كما روي في الحديث، وإن كان في سنده كلام. من قال لا إله إلا الله، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يقولها مرة تكتب له 1000 حسنة، يعني 1,000,000 حسنة. وإن كان الحديث فيه كلام، لكن هذا معنى ثابت في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. العبادة وقت الفتنة وغفلة الناس مضاعفة ولها أجر عظيم عند الله. ولذلك عظم أجر الذين يعيشون في آخر الزمان عند شدة الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن على دينك القابض على الجمر، للمتمسك فيهن يعني بالدين أجر 50 منكم. وإن كان المتأخرون لن يصلوا إلى فضل الصحبة، ولكن هذا من باب الترغيب وبيان الأجر العظيم عند الله جل وعلا. فإذا في شهر شعبان تكثر غفلة الناس. أذكر مرة سألني واحد يستنكر الأمر، يقول: أنا في محل وأصوم كل يوم من شعبان، ممكن يفطر يوم أو يومين، لكن غالب الأيام أصومها. فقال لي صاحبي: أنت لماذا تصوم كل يوم؟ قال: هذا شعبان. قال: لكن ما يكون الصيام بهذه الطريقة، على الأقل صوم يوم وأفطر يوم مثلا. انظر يعني إلى تقصير الناس هذا، حتى ربما تناسوا أن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيسألني يقول: ما صحة كلام هذا؟ قلت: طبعا خطأ، بالعكس يستحب صيام شعبان كله أو إلا قليلا كما جاء في بعض الروايات. فإذا على المسلم أن يسارع إلى ربه جل وعلا.